الوقفة ديال اليوم التي نشارك فيها كجمعية مغربية لحقوق الإنسان هي الوقفة التي دعت لها هيئة متابعة توصية الإنصاف والمصالحة. إذا الوقفة ديال اليوم كتجي في ذكرى 57 لاختطاف المهدي بن بركة. ملف ديال المختطفين ومجهولي المصير ملف مازال مفتوحا، فنحن داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نتوفر على لائحة تضم 75 اسما أو مختطفا مجهول المصير، في حين أن المقرر الأممي الخاص بالاختفاء القسري يتحدث على 119 حالة، في حين نجد على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتحدث فقط على 6 حالات. إذا البون شاسع بين ما يتحدث عنه المجلس والمعطيات التي نتوفر عليها نحن كجمعية أو كمقرر أممي. مع الأسف الدولة المغربية نلاحظ أنها لم تقوم بأي شيء من أجل حل هذا الملف منذ مدة طويلة. نحن سنظل دائما نطالب بالكشف عن الحقيقة في كل الملفات. مؤخرا كذلك تم الحديث على مسألة ديال الأدين مرتبطة بمعتقل سيء الذكر تزممرت. نحن نطالب بأن مسألة ديال الأدين أن تشمل كل عائلات المختطفين ومجهولي المصير حتى يتم إغلاق هذا الملف من خلال إذا هناك من توفي نعرف الحقيقة استشهاده، تسليم الرفات لكل العائلات واعتذار الدولة المغربية على كل مرتكبات. اليوم هي الذكرى ديال الاختطاف ديال المهدي بن بركة اللي تم الاختطاف ديالو في فرنسا، واللي تورطت فيه يعني بالاضافه للاجهزه المغربيه، تورطت فيه كذلك الاستخبارات الفرنسيه والامريكيه والصهيونيه، وبالتالي مازال المصير ديالو مجهول الى اليوم. العائله ديالته مازال كطالب بمعرفه المصير وحقيقه ما جرى. كذلك هناك مازال مختطفين اخرين على راسهم المانوزي وغيره اللي مازال المصير ديالهم مجهول، واللي ان كانت التوصيه ديال هيئه الانصاف والمصالحه هو على الاقل معرفه الحقيقه حتى 1999. للاسف اليوم حنا هو بعد مرور يعني سنوات على تقريبا من 2004 حتى 2024، اليوم حنا في 20 سنه، ولكن للاسف مازال ما تنفذتش التوصيات وما زالت العديد من التوصيات عالقه، وكنعتبروا على انه استكمال ديال الحقيقه ومعرفه حقيقه ما جرى، وكذلك محاسبه يعني المسؤولين على هذه الجرائم التي ارتكبت بحق ابناء وبنات الشعب المغربي. هو الوسيله وهو السبيل لانه يمكن لنا نبنيو وطن اللي كيحلموا به جميع، وطن ديمقراطي، وطن متصالح مع ابنائه وبناته، وطن يمكن لنا جميعا اننا نفتخروا بالتواجد ديالنا فيه، لانه لا يمكن ابدا بناء حاضر او مستقبل هذا البلد بدون معرفه ما جرى في الماضي من فظاعات ومن انتهاكات اللي اعترف على الاقل يعني النظام المغربي بجزء منها، ولكن لا زالت هناك يعني العديد من المناطق المظلمه اللي مازال خصها تكون عندنا الاراده السياسيه. في الحقيقه احنا محتاجين فقط الاراده السياسيه من اجل معرفه ما جرى، ومن اجل ان بصح يكون عندنا انتقال ديمقراطي حقيقي اللي يمكن يمر بالبلاد ديالنا من هذه الوضعيه ديال الاستبداد ووضعيه ديال الفساد الى بلد ديمقراطي تحترم فيه الحريات وتحترم فيه حقوق الانسان. مثل هذا اليوم سنه 1965 تم الاختطاف ديال الشهيد المهدي بن بركة في باريس، وتم التعذيب ديالو حتى الموت، ولحد الآن مازال الأهل ديالو والناس ديالو والشعب ديالو ما عندهمش الحقيقة ديال شنو وقع بالضبط، فين هي الجثة، فين شكون المسؤول، شكون اللي ضرب، وشكون اللي عطى الأمر بالاختطاف والضرب، وشكون اللي عطى الامر ديال التتبع وديال الاختطاف. 7 سنين بالضبط من بعد وقع الاختطاف ديال الحسين المانوزي من تونس، وحتى هو داوه وغبروه جابوه من تونس للمغرب، وفي المغرب من 72 بقى في البي اف 3 مركز ديال الاعتقال السري حتى ل 75، بجانب ناس آخرين كانوا عسكريين اللي كانوا معتقلين على إثر المحاولات ديال الانقلاب وتم الاختطاف ديالهم من داخل السجن والتغبار ديالهم. كانوا الإخوة بوريكات اللي كانوا حتى هما مغبرين. ال 75 حاولوا أنهم يهربوا، ملي شدوهم حسب الرواية ديال الإخوة بوريكات اللي ما ماتوش، كيقولوا بأن الحسين المانوزي ومجموعه اخرين تم الاغتيال ديالهم، التصفيه ديالهم تماك وتدفنوا تماك في البي اف 3. وكانت الدوله المغربيه انذاك دارت بلاغ اللي كتقول فيه بان راه
كاين واحد المجرمين خطيرين هربوا منهم الحسين المنوزي، عقا، مزيرق، الشلاط وعبابو. ومن بعد بقاو كينكروا بانهم معتقلين او بانهم شدوهم، ومن بعد غادي يجي الاعتراف ديال الدوله بان فعلا تختطفوا، فعلا تعذبوا، فعلا تقتلوا، ولكن غادي يتعطى واحد التصريح اول بالوفاه للعائله ديال الحسين المنوزي اللي كيقول بانه تقتل في 19 يوليوز من 75، وغادي يجي تصريح ثاني اللي غادي يقول لا حتى 30 يوليوز. لحد الان العائلات رافضه ان يكون يعني هذا التلاعب بالحقيقه. كيخص يكون البحث على البلاصه اللي محتمل جدا ان فيها الجثث، كيخص يتم الاعتراف بهذه الجريمه، كيخص رئيس الدوله يعتذر عليها، كيخص يعني الحقيقه جله كامله، كيخص المسؤولين يتعرفوا، كيخصهم يقدموا طلب العذر. عاد يمكن لهذا المجتمع يرتاح ويطمئن بان ما غتجددش هذه الكوارث وهذه الجرائم اللي كانت كتقترف في الحق ديال الشعب المغربي.